كانت هناك رحلة بالطائرة، وكان على متنها طبيب ومحامي وشيخ كبير في السن وصبي صغير بالإضافة إلى الطيار. وفي منتصف الرحلة تعطل أحد المحركات، فقال الطيار: الطائرة ستضطر للهبوط، فليأخذ كل منكم مظلة وينقذ نفسه. أخذ الطيار مظلته وقفز، ولم يتبقى سوى 3 مظلات ل4 أشخاص. قال الطبيب: أنا أنقذ حياة الناس، ولذلك من حقي أن أنقذ حياتي. فأخذ مظلة وقفز. ثم قال المحامي وهو يضع نظارته بثقة: لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. أنا أذكى رجل في العالم، والعالم بحاجة إلي. فأخذ مظلة وقفز دون تردد. نظر الشيخ إلى الصبي وقال بلطف: يا بني، لقد عشت طويلا ورأيت الكثير في حياتي، أما أنت فما زلت صغيرا ولك المستقبل، فخذ المظلة الأخيرة وأنقذ حياتك. ابتسم الصبي وقال مطمئنا: لا تقلق يا جدي، لأن أذكى رجل في العالم أخذ حقيبتي معتقدا أنها مظلة.